وبيلاقي شخص قاعد بيكتب موجود في شباك تاني قدامه، وبيتفاجئ مايك ان الشخص ده هو نفسه مايك، وبيقلد حركاته كأنه هو واقف قدام مراية. فبيجيله بعدها حالة رعب هستيرية، وبيحاول يقنع نفسه ان حد حطله مخدر في الشوكولاتة اللي اكلها، لحد ما بيشتغل التلفزيون من نفسه، وبيشتغل فيديو لمايك وهو مع مراته وبنته. وبيبدأ بعدها ان هو يشوف اشباح للناس اللي سكنت الأوضة دي وهم بينتحروا من الشباك، فبيحاول يتماسك لو خيروك تدخل الجنة أو تأخذ $1,000,000، إذا اخترت أن تدخل الجنة ضع لايك واشتراك واكتب في التعليقات اللهم ارزقنا الجنة. أما إذا اخترت أن تأخذ $1,000,000 فلا تضع أي شيء. يفضل يسجل بصوته كل اللي بيشوفه، وبيحاول يخرج بعدها من الشباك علشان يقدر يوصل للأوضة اللي جنبه، لكن بيتفاجئ ان المكان اللي ماشي فيه بقى ملوش نهاية، فبيكون خايف جدا ومرعوب لا يقع من الشباك، وبيحاول يرجع للأوضة بتاعته تاني، وبيشوف ساعتها شبح لواحدة ست وهي بتنتحر من الشباك. لو خيروك تدخل الجنة أو تأخذ $1,000,000، إذا اخترت أن تدخل الجنة ضع لايك واشتراك واكتب في التعليقات اللهم ارزقنا الجنة. أما إذا اخترت أن تأخذ $1,000,000 فلا تضع أي شيء. وبيبدأ يصرخ ويقول أنا متأكد إن أنا كنت برا، وبيلاقي باب موجود بعدها في الأوضة فبيفتحه، ولما بيدخل بيلاقي بنته اللي ماتت موجودة جوه، وبتكلمه وبتطلب منه إن هو ما يسيبهاش، بس وهو حاضنها بنته بتموت تاني. مايك بينهار بعدها.